السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناتي مع فيديو جديد. ان شاء الله غادي ندير واحد العرضه خفيفه ظريفه. في عندي هنايا 3 ديال النصوصه ديال الدجاج بعد ما غسلتهم ودرتهم في الحامض بطبيعه الحال راكم عارفين وقطرتهم. صافي هنايا عندي التوابل، عندي هنايا قعقله وبسيديسه، شويه ديال الحرور ما حرش بزاف غير لذيذه، سكينجبير، الخرقوم، واحد شويه ديال الزعفران، شويه ديال السمن والثومه مطحونه، وهنا حامضه طحنتها، وكاس د الماء صغير باش غادي نشرمل، واحد النقيطات نتاع زيت المائده. دابا غادي نديرو نشرملو هاد نص النصوصه ديال الدجاج، وغادي نجيبو هاد القصريه الصغيره ولا كسعه ولا اللي كان، ولا غطر كبير ولا المهم غادي نحطو فيه هادشي كامل. غادي نحطو الثومه، السمن راه ما حرش يعني عادي باش كيجيب داك البنه زوينه في الدجاج، وصافي مع الثومه مع هاد التوابل وصافي. غادي نضيفو هادشي كامل في ضربه، كبو على هادشي الماء اللي بقى لنا هنايا، داك الكاس د الماء، وغادي نديرو هاد الحامضه كامله. واحد النقيطات ديال زيت المائده، غير شويه ماشي بزاف. صافي دابا غادي نخلطو كلشي مع بعضياتو، وغادي نجيبو الدجاج، هاد النصوصه ديال الدجاج، نبقاو كنديرو هكا لهاد الصدر هذا، ونعمرو فيه شويه ديال التوابل. ومن بعد هادشي كامل راني نسيت الملحه، واخا هي محطوطه قدامي والله ما رديت لها البال. غادي نزيد ندير الملحه ونكمل ديك الساعه باقي التشرميل، لان الدجاج الا ما كانش فيه من الملحه يعني راه ما كاين والو، كيجيو مالحين كيجيو لذاذين. صافي دابا غادي نبقى نشرمل ونحط ديريكت في اللاطه انا درت لها ورق الطاحي. صافي غادي نبقاو نهزو ديك الطريفات ديال السمن مع الثومه ونضيفوهم هنايا على هذا الشكل هذا، ونغلفو بورق الطاهي، ونغلفو بالورق ديال الالومنيوم نديروها في الفران. صافي ديك الساعه غادي نخليوها طيب واحد 30 دقيقه، وحنا كنطلعوا عليها بطبيعه الحال باش ما تحرقش. ديك الساعه نشوفوهم كيرجعوا طابو، غادي نخليهم حتى يتحمروا، ندوزو نديرو الشلاضه ونديرو شويه ديال الدغميره. صافي بعد ما غلفنا هاد الدجاج غادي نضيف عليه واحد شويه ديال المرقه من هنايا، ودابا غادي يزيد هو حتى الدجاج يزيد يطلق شويه المرقه، وغادي نديوهم للفران. وهادو اللي غادي نديرو بهم التغميره غادي نخليوهم يتشرملوا هنايا شويه، ياخذوا شويه حتى هما مذاق السمن والحامض. صافي غادي نديوها للفران. دابا غادي ندوزو نديرو التغميره على ديك الجنوحه وديك العميقين. اول حاجه غادي نديرو الصبر والمعدنوس، ندير واحد المعلقه د الحامض، كان الحامض كنطحنو كيجيني ساهل.
شويه ديال الخرقو، شويه سكينجبير، الملحه دابا درتها حدايا باش ما نبقاش ننساها كاع، حيت بعض المرات كنبقى نطيب كنسى الملحه. غادي نضيف واحد شويه ديال الثومه حتى هي مطحونه، واخر حاجه غادي ندير البصله اللي انا راني درتها في هاد القصريه باش تاخد داك شويه ديال التشرموله اللي بقات درتها هنايا. وغادي نديرو الزيت، شويه ديال الزيت البلديه. ودابا غادي نديرو الكوكوط ديالنا، طبعا ندير واحد 2 كيسان ديال الماء صغار، ديك البصله دابا تطلق الماء. صافي هذه هي الكوكوط، بعد ما درت فيها داك 2 كيسان ديال الماء صغارين هزت الغليه. دابا غادي نقفلها ونخليها حتى طيب ونرجع معكم. صافي بعد ما الكوكوط بدات كتغلي درت واحد الكاسرونه درت فيها الماء، غادي نضيف واحد نقطه ديال الزيت المائده باش غادي ندير سباكيتي مع الدجاج. ما غاديش نخليها هكا طويله، غادي نقسمها على 2، ولكن ما غاديش نديرها في الماء، غادي نوريكم لان تيغلي الماء عاد غادي نديرها. صافي بعد ما تسلقت لنا السباكيتي غادي نصفيوها هنايا في هاد الشبكه وندوزو نديرو لها القوام ديالها باش غادي نشرملوها. صافي بعد ما سلقت سباكيتي درتها في الشبكه خليتها تصفى على جنب، وغادي ندوز دابا جبت واحد المقله درت فيها واحد الحبه ديال الخيزو محكوكه، شويه ديال المعدنوس، شويه ديال الملحه، وغادي نضيف شويه ديال التوابل، شويه ديال الخرقوم، سكينجبير، شويه ديال الزيت، واحد الراس ديال معلقه ديال الثومه محكوكه. صافي غادي ندير واحد المعلقه ديال المطيشه المركزه صغيره، وغادي نضيف واحد شويه ديال الماء ونخلط مزيان. صافي وغادي نديهم شويه، غادي نصوطي ديك خيزو وندوزو للبطاطا اللي سلقناها في شويه ديال الماء، ما خليناش طابت بزاف يعني غير واحد شويه باش غادي نديروها في الفران وتجي هي هذيك. غادي ندير واحد المعلقه ديال السكينجبير ومعلقه ديال الملحه ومعلقه الخرقوم، شويه ديال القزبر ومعدنوس، واحد راس ديال الثومه مطحون، وشويه ديال الزيت. صافي غادي نخلطها مزيان بهذا الشكل هذا وغادي ندخلها للفران ونرجعوا نشوفوا خيزو ديالنا، نحركوه باش ما يتحرقش، ومن بعد نفوتوا نشوفوا الكوكوط ديالنا والدغميره ديالنا فين وصلت. غادي نخلطوها باش ما تحرقش ونبقاو حنايا نخلطوا فيها هكا باش ما تلصقش مع الجوانب، ونرجعوا لعند خيزو ديالنا كما شفتوا دابا راه طاب. غادي نحيدوه على البوطه وغادي نضيفوا عليه ديك سباكيتي ونرجعوا نردوه على البوطه باش ديك التوابل مع داك خيزو نخلطوه مزيان ويعطيو المذاق لديك سباكيتي. وندوزو نشوفوا الدجاج ديالنا بعد ما طاب وخرجناه من الفران. غادي نحيدو له ديك كاغيط نتاع الطهي
وغادي نشوفوه كيبقى صافي، راه مزيان ما خاصو والو، خاصو غير شي شويه ديال التحمار. دابا غادي ندير شويه ديال الزيت وشويه ديال الملحه في هاد الطبيصل هذا، وغادي نخلطهم مزيان، وغادي ندهن الدجاج كامل لان راه كتعطيهم واحد القرمشه كتجي زوينه وكيجيو لذاذين، غير الملحه وزيت المائده صافي. وغادي ندهنهم مزيان، يعني ما نخلي حتى شي بلاصه، ونردهم يحمروا. بعد ما حمروا لنا الدجاج وجاو مقرملين صافي، هادو هما الدجاج ديالنا بعد ما وجدوا. دابا غادي ندوزو لطبق التقديم. غادي نجيب واحد طبق كبير على حسب هذاك النصوصه ديال الدجاج، غادي نفرج فيهم المعدنوس. بعد من طبيعه الحال ما غسلت المعدنوس ونفتو مزيان من الماء، فرجته في هذا الطبق، وغادي نستف فيه الدجاج بهذا الشكل هذا، وغادي نستف سباكيتي مع الجوانب، ودرنا مطيشه سوريز مع البيض، ودرنا ديك الطريفات د البيض حتى هما، وديك الدغميره درناها في الطبيصلات ودرناها فوق الدجاج. درنا المايونيز والبطاطا في الجوانب بعد ما طابت وحمرت وجات حتى هي مقرمشه، وشويه سباكيتي في الطبيصلات مع المايونيز صافي. وهذا هو الطبق ديالنا بعد ما وجدناه.